يبيعوا ضد مرتضى منصور ما يعنيني في شيء. هو حازم امام ده مش كان لاعب وانا كنت رئيس نادي؟ عيب يقول الناس هايفه والناس تافهه. لا الهايف والتافه هو ده سمير زاهر كابتن مصطفى اللي كان من 3-4 اشهر القناه الملاكي شغاله طبل وزمر ليه وهو وارقص يا سمراء. ما النهارده هو ده سمير زاهر اتغير ما متغيرش. تزوير بقله ادب، تزوير بفجر. يعني انا مش عايز اتكلم عشان في القضيه في المحكمه، مش عايز اصلا. عمال تخرب وعمال تخرف وده مش عارف مين وده اجوجو وده هنري ميشيل وده كاسارونا في الكلام دوت وده كاسارونا. عايز اقول ان هذا مناخ مقرف سيء لا يشجع على انك انت تطلع حتى ال 16. انت النهارده عايز تشيل يعني تقلب الترابيزه على الكل علشان انت عندك غرض شخصي ان مجدي عبد الغني لازم يرجع. وبعدين موضوع الاجتماعات في البيوت دي اللي غلط اجتماع في طب انا مالي. طب ما ممدوح عباس بقول تاني قدام مصر كلها واخد ارض من محافظه القاهره ب 9 مليون جنيه باعها ب 289 مليون تاني يوم. واتحدى حد يكذبني 280 مليون جنيه كسبهم في 24 ساعه. اللي موجود دلوقتي وراكب الحصان وعمال يقول انا عنتر بن شداد، انا قلت قدام مصر كلها تاني اهو. يا محافظ القاهره الارض اللي في القطاميه اللي خدها ممدوح عباس ب 9 مليون جنيه عقد عنه اللي انت مانع ان هو بيبيع ب 289 مليون جنيه، كسب 280 مليون جنيه وهو نايم في السرير وعنده الانفلونزا اللي بيقولوا عليها دي. القناه قعدت تشتمني سنه و3 اشهر. واول ما قلت بقى للراجل اللي عمال يقول لك انا عنتر انا قده. طب اول خبطه كده قال لك هاتوا لي طنطا، هاتوا لي مجدي عبد الغني، طب هاتوا لي سمير زاهر، طب هاتوا لي العيال. ده كلام مش مظبوط. هنتكلم في الموضوع ده. قناه فضائيه نعم يظهر على شاشتها نعم شخص متهم في اخلاقيات محدده. نعم وكلنا سمعنا هذا الشريط المسجل اللي فيه هذا الاعلامي. نعم. كيف يظهر هذا الإعلامي بعد الألفاظ البذيئة اللي اتقالت في الشريط مع بنت محررة صحفية؟ لماذا لم تتقدم يا شيخ رجب وأنت راجل يعني في الحق أهو باستجواب لرئيس الوزراء ووزير الإعلام؟ لماذا هذا الإعلامي يظهر حتى الآن وهو ليس قدوة للشباب بعد ما مصر كلها سمعت مكالمته البذيئة مع المحررة الصحفية؟ بأمانة سمعتها؟ سمعت. صوته ولا مش صوته؟ أنا ما أقدرش أقول. لا أنا محايد. لا هو قريب من صوته يعني صوته. ينفع بقى هذا الاعلام اللي بيطلع في التلفزيون، سيبك من لاميا بقى واللي قالته عنه والهيروين والبتاع ده قصته مع بعض، ينفع يقول للبنت هذه الالفاظ البذيئه عني ان انا ابن كذا وامي كذا وان هو يعمل كذا في ستات مصر ويدفع كمان فلوس الكلمه البذيئه اللي اتقالت وان هو بيعمل كذا في البرنامج بتاعه ولسه هيوريني في برنامج الدكتور السيد البدوي قال لي بالحرف الواحد انا اسف، وكان قاعد جنب ابراهيم يوسف وسمع المكالمه، انا اسف ومش قادر عليه وانا بالحرف كده. قال لي حتى اعمل اعلان، اعمل يا اخي نظام لشركه الاعلانات اللي بتجيب لي اسمه واحد اسمه الكحكي عشان يمنع الاعلانات. انا مش عارف اعمل له ايه. انا بقول لك اهو قدام مصر كلها ما يطلعش في التلفزيون محترم. انا بقول لك اهو ده كلام هيحاسب عليه. فانت النهارده من حقك تقول ممدوح عباس ده هو اللي بنى الهرم الرابع. خلاص انا ماليش دعوه خلاص. ده راجل بقى انت وهو اجتمعتوا في البيت وحسن صقر جالكم وتعشيتوا، دي مشكلتكم مع بعضيكم، انما مالكش دعوه بيا. لدرجه انك انت في مره يا اخي ما لقيتش حد تدخله. كانوا عايزين يشتموا البنت اللي اسمها المحترمه المذيعه المحترمه دي اسمها هناء السمري. فزوجته عملت مداخله وقالت ان رشا من القاهره شتم المذيعه. قالت لهم يقول لنا هي طلعت مرياسه ليه؟ لا ما طلعتش مرياسه، هي سيده محترمه وزوجها محترم وولدها محترم، ناس محترمه. هو انت اللي تختلف معاه تشتمه؟